هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. فيديو النهارده من اهم واكتر الفيديوز اللي طلبت مني. فيديو النهارده هقولك ايه هي رسمه الايلاينر المناسبه لشكل عينك، ازاي تعرفيها وازاي تحدديها وازاي ترسمي الايلاينر بكل سهوله في 4 نقط سهله جدا وبسيطه، مهمه جدا. لو ركزتي فيها تعرفي ترسمي ايلاينر ممتاز على شكل عينك، سهل جدا من غير اي تعقيد. تتابعوا الفيديو للاخر ويلا بينا نبتدي. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، لو انتوا لسه مش عاملين سبسكرايب او اشتراك في القناه اعملوا سبسكرايب بسرعه جدا جدا، وتاكدوا ان انتم مفعلين الجرس علشان في بنات كتير جدا مش بيوصل لها الفيديوز اللي احنا بننزلها. وزي ما انتم عارفين ابتدينا ننزل فيديوز على اليوتيوب كل يوم اثنين وكل يوم خميس، فاستنوا الفيديوز واكتبوا لي رايكم في الكومنتس، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير الفيديو مع اصحابكم ويلا بينا. خلونا متفقين ان دايما بقول الكلمه دي، ان الميك اب عباره عن علم وفن مع بعض. فعلشان في حاجات كده معينه علشان تظبط معاكي في الميك اب لازم تعرفي القاعده بتاعتها او النسب بتاعتها ازاي تظبطيها بشكل كويس، وطبعا منهم الايلاينر علشان يكون شكلها حلو وفعلا توسع عينك او تديكي شكل حلو اللي انت عايزاه. بس خلونا متفقين ان اول قاعده في الايلاينر عامه ان انت لازم ترسمي الايلاينر وانت مفتحه عينك. اوعي تغمضي عينك، واوعي تشدي جفن عينك كده وانت بترسمي. لا، احنا بنرسم الايلاينر واحنا مفتحين عادي جدا. استخدمي اي مرايه عندك وانت بترسمي، وخليكي مفتحه وبصه لقدام علشان الايلاينر بتاعك يكون مظبوط جدا. في 4 نقط او 4 بوينتس في الايلاينر، لو انت عرفتي تعملي ايه فيهم هيكون مظبوط جدا على شكل عينك. اول حاجه وهي سمك الخط نفسه اللي هو بتاع خط الرموش او اللاش لاينز، دي اول نقطه. تاني نقطة هي سحبة الايلاينر او الوينج، شكلها عامل ازاي. تالت نقطة وهي الزاوية بتاعة السحبة، زاوية السحبة جاية في انهي اتجاه. ورابع نقطة وهي المدمع او اللي هو الكورنر او الفي كورنر بتاع الايلاينر. اول نقطة وهي سمك الايلاينر نفسه او الخط اللي بنرسمه على اللاش لاين من اول العين لاخره. دي نقطة مهمة جدا، ودي اكتر حاجة بتغير اصلا في شكل الايلاينر وفي شكل عينك. اول حاجة لازم تكوني عارفة شكل عينك ايه. هحط لكم هنا صورة بتوضح شكل العين، ولازم لازم لازم تكوني عارفة شكل عينك ايه. وعايزة اقولك مش ده بس العامل الوحيد اللي بيحدد شكل الايلاينر، في عوامل تانية كتير زي الدبس بتاع العين، عمقها، هي العين بارزة ولا غائرة، بعضهم عن بعض، حاجات تانية كتير بشرحها في الكورس بتاعي. فالبنات اللي حضرت الكورس عارفة ان الجزء بتاع الايلاينر ده قد ايه طويل وقد ايه بشرح فيه تفاصيل كتير جدا جدا. النهارده بس هديكم كده مقتطفات سريعة للبنات اللي سألتني، فهحاول ابسط الموضوع جدا. فخلونا نتكلم الاول عن الخط اللي هو الخط الرموش. اكبر غلط ان انت تعمليه ان انت تقفلي او ترسمي خط كبير جدا بنفس السمك او بنفس الكثافة من اول العين هنا لحد اخرها بنفس الخط. دي اكبر غلط، لان ده بيحول عينك لشكل عين مبطن، ودي حاجة مش كويسة خالص. تاني حاجة ان الخط السميك من اول العين لاخرها بيحول شكل العين للدائري، يعني شكل راوند شوية. شايفين كده شكل عيني بعد ما عملت خط بنفس السمك من اول الجفن لاخره؟ بصوا، حول عيني خلاها راوند اكتر او مدوره اكتر، وده انا مش بحبه بصراحه خالص. بحس ان شكل عيني بقى يعني مش حلو خالص، وشويه كمان خلاها ضيقه او خلاها مبطنه. فما تعملوش كده ابدا لو انتوا عينيكوا لوزيه او فيها سنه راوند. نسيت اقولك كمان، لو انت عينك اللي هي المبطنه اوعي تعملي الحركه دي. لو انت عندك المونوليد او اللي هو الجفن الغائر لجوه، برضو اوعي تعملي الحركه دي، لان الايلاينر اصلا هيدخل جوه وهيطبع فوق وهيخلي عينك شكلها اصغر بكتير. فالحركه دي بس مش بتتعمل غير مع العين اللي هي الالمون شويه، اللي هي اللوزيه المسحوبه شويه. فاحنا عايزين نديها شكل راوند او تدويره زياده. تعالوا بقى الناحيه التانية اوريكم الفرق. شايفين الفرق؟ هنا العين شكلها بقت مدورة جدا وعريضة، وهنا العين شكلها مسحوبة اكتر. وعايزة اقول لكم الموضة اصلا العين اللي هي بنسميها شوية الفوكس ايز، او العين اللي هي مسحوبة، مش يعني بنعمل ميك اب شوية لبره، مش في الاتجاه ده، بالعكس في الاتجاه ده. فانا بحب جدا جدا الايلاينر يكون رفيع جدا او يغطي بس رموش
خط الرموش من هنا، ويبتدي يزيد شويه من الكورنر او من جنب العين. بعد كده نتكلم عن سحبه الايلاينر او الوينج. في غلطه شائعه جدا بشوفها ان البنات بعد ما بترسم الخط ده بتكمله لتحت بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بتعمل كده بتكمل الخط عادي جدا، يا اما بطريقه افقيه او بتكمل الجفن، رسمه الجفن اللي فوق. وده اكبر غلط. ليه؟ لانه زي ما انتوا شايفين بصوا بيخلي العين نعسانه او مكسوره كده، شكل العين فيه حاجه غلط زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. ودي غلطه شائعه بشوفها كتير جدا. انا بعد ما برسم الخط ده باجي من الجفن اللي تحت زي ما انتوا شايفين وبرسم خط لفوق في اتجاه اكني هوصله لاخر نقطه من الحواجب. شوفي الحواجب بتاعتك فين، اخر نقطه فيها هنا. باجي انا من هنا وبحدد نفسي عليه اكني هوصله ليها بالشكل ده. مهم جدا 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 ان انتي تعرفي برضو المساحه بتاعه الكريس دي او الجفن بتاعك بيقفل ويفتح او عرضه قد ايه. شايفين الجزء ده؟ انا هحط لكم نقطه عشان تشوفوا الجزء ده والجزء ده، دي المساحه بتاعه الكريس بتاعتي. شايفين عامله ازاي؟ بتيجي انتي تاخدي الخط بتاع الايلاينر ما ينفعش يعدي الخط اللي انا عاملاه ده، تمام؟ لانه بعد كده هيديكي كسره للعين، وبرده وانتي بتفتحي تقفلي هيكون شكل العين وحش جدا. يبقى انا بوصل الخط ده بالشكل ده كده. اوكي، شايفين الفرق؟ الناحيه دي عين مدوره قوي وبعدين اتقفلت كده من تحت بالزاويه الغلط او بالوينج الطريقه الغلط اللي بشوفها شائعه. والناحيه دي الزاويه فيها افقيه. الحركه دي بتتعمل بس في العين اللي هي اللوزيه او العين المدوره اللي عايزين نديها اللي هي الراوند ايز، عايزين نديها طول او نديها سحبه او نديها توسيعه كده لبره، فبنوسعها شويه بخط افقي بالشكل ده. او لو انت عينك اصلا مسحوبه لفوق فمش عايزه تزودي السحبه لفوق، فبنعملها بشكل شويه بشكل افقي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طيب ده بالنسبه لشكل السحبه، تمام؟ او بتبتدي منين؟ الخطوه الثالثه وهي الزاويه بتاعه السحبه من العيون اللي هي نعسانه شويه او اللي هي مش جايه كده، اللي هي جايه نعسانه سنه مايله بانجلد او مايله سنه صغيره كده، بتحسوا ان هي عينين نعسانه شويه. العين دي لازم 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 سحبه الايلاينر بتاعتها تكون عاليه شويه عن الزاويه اللي احنا عملناها، ما تبقاش افقيه وما تبقاش طبعا تحت دي غلط خالص في كل الحالات لكن تبقى شويه عاليه لفوق. فتعالوا دلوقتي اوريكم هتكون عامله ازاي لو عينك مسحوبه شويه لتحت. ساعتها في الحاله دي هنطلع بزاويه. حاسين بالفرق ولا لا؟ حاسين ان العين دي بصوا للفرق. العين دي قد ايه طالعه مسحوبه لفوق، شكلها ظهر اكتر. العين دي بقت مدوره اكتر ونازله لتحت. تخيلوا قد ايه خطين، خط الرموش وخط السحبه غيروا خالص شكل الايلاينر وغيروا خالص شكل عيني ونوع عيني اصلا. يعني انا حاسه ان انا شكل عيني مختلف جدا عن الناحيه دي. انا مياله اكتر للرسمه دي، وكمان بحب اخف شويه اللاش لاين علشان يدي العين سحبه وشكل احسن بكتير. معلومه برضو مهمه جدا، انتي لو عينك شويه مبطنه او شويه ما عندكيش مساحه هنا ان انتي ترسمي بيها جفن قصدي الوينج بتاعت الايلاينر، ما ترسميش وينج كبيره قوي، اكتفي بس بخط رفيع جدا بيبتدي من بدايه خط الرموش لحد بس سحبه بسيطه جدا مع تبقى قبل مساحه قبل كسره العين او قبل الخط بتاع قفله الجفن. فاهمين قصدي؟ فده هيدي العين شكل اوسع بكتير ومش هيبين خالص ان هي مبطنه او ان هي صغيره. فالتريك دي مهمه جدا. مش عارفه انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ اكتبولي في الكومنتس كده انتوا فاهمين ايه او مش فاهمين ايه. اخر بوينت هنتكلم فيها وهي الانر في او الكورنر بتاع الايلاينر.
في بنات كتير جدا بتحب تعمله، خصوصا العرب او دول الخليج بيحبوا جدا الحركه دي، ودي للاسف مش بتليق خالص على معظم البنات ومش بتليق عليا برضه. اللي بيحددها ان هي تبقى حلوه او لا او تعمليها او لا هي المساحه او بعد العين عن بعض. انا مثلا حاسه ان عيني مش بعيده قوي عن بعض عشان احتاج اعمل الحركه دي. فانتي لو عينك قريبه من بعض او مش حاسه ان هم بعاد، اوعي تعملي الحركه دي، لان هي بحس ان هي بتوحش شكل العين جدا، بتوحش الميك اب. بصوا مادة جفن العين ازاي، انا بكره جدا الحركة دي. بس بصوا بتوسع العين وبتديها، لو كمان انتوا عاملينها بزاوية شوية لتحت فبتدي العين اكنها تديها مدمع زيادة او طول زيادة. فانتي اصلا لو عينك قريبه من بعض هتديكي شكل وحش جدا جدا، وهتدي احساس من بعيد شويه بالحول في العين، انتوا فاهمين؟ فمتعمليش كده ابدا. لو انتي عينك اصلا مش بعاد عن بعض او قريبين من بعض متعمليش الحركه دي ابدا 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 ابدا. وبس كده يا حلوين، يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم. اكتبوا لي في الكومنتس رايكم في الميك اب، واي حد عنده اسئله يكتب لي السؤال بتاعه في الكومنتس او يبعت لي السؤال على الانستجرام، برضه هنجيب نفسي على كل الاسئله بتاعتكم. وقولوا لي حابين موضوع الفيديو اللي جاي يكون عن ايه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان بننزل الفيديو دلوقتي كل يوم اثنين وخميس، فعايزه الحماس مليون الفتره دي. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله على الف خير في كل الفيديوز اللي جايه. باي باي.